السر اللي هيخليك ما تقارنش نفسك بحد، اولا لو انت المفروض كنت تكون مكان شخص معين كنت هتكون مكانه من البدايه، لكن طالما ده انت وده هو يبقى هو ده المكان اللي المفروض ان انت تكون عليه، ولو مش عاجبك يبقى غيره عشان نفسك مش عشان تكون زي حد. ثانيا لو في شخص معين وصل لحاجه انت ما وصلتلهاش يبقى هو عمل حاجه انت ما عملتهاش، ولو انت عايز توصل زيه يبقى اعمل الحاجه اللي توصلك، فما تبصش على النتيجه اللي هو وصل لها، بص على الافعال اللي هو عملها عشان توصله للمكان ده. ثالثا انت عمرك ما هتكون مكان شخص تاني مهما حاولت تعمل ايه، لان لا نشأة الشخص ده زي نشأتك، ولا البيئة اللي اتربى فيها زي بيئتك، ولا حياتك زي حياته. انت ليك حياتك اللي فيها الوحش والحلو، وهو ليه حياته اللي فيها الوحش والحلو، وزي ما انت بتبص على الحلو اللي عنده ومش عارف الوحش اللي بيمر بيه، هو كمان بيبص على الحلو اللي عندك ومش عارف الوحش اللي انت بتمر بيه، وكلنا واحد. رابعا ليه تحاول تكون مكان شخص او تقارن نفسك بحد؟ ما تبني انت في المكان اللي انت فيه وركز مع نفسك بس عشان توصل للمكان اللي انت عايز توصل له وتكون الشخص اللي انت عايز توصل له.